يا مساء الفل، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض روتين محفز ومشجع. يلا بينا. اللي وراه مواعين ما غسلتش تقوم تغسلها، واللي بوتاجازها زي بوتاجاز كده حالته تصعب على الكافر تقوم تغسله، ونشجع بعض كده. ده منظر المطبخ بتاعي: مواعين عايزه تترص، مواعين عايزه تتغسل، ازاز ميه عايزه تتملى، ودوامه تدخلي المطبخ تلاقي نفسك في دوامه محتاره تعملي ايه ولا ايه. انا امبارح ما غسلتش المواعين بعد العشاء مباشرة، لأن المياه قطعت، فلسه المياه جاية بعد ما الدنيا ايه خربت. يعني بعد ما الحوض اتملى والمطبخ اتملى. أنا كنت بحاول أوريكم النملة وهي ماشية. بصوا النملة، ده طبق أنا غسلاه نضيف. ايه جاب النملة عنده أنا معرفش، وأنا ما عنديش أكل يعني، يعني ده طبق أنا غسلاه، مفروض ان هو نضيف، لا عليه اكل ولا عليه زيوت ولا عليه اي حاجه. النمله بقى ايه جابها عليا معرفش. انا بقى رصيت، بدأت كده الاول هي على الهادي كده، بدأت ارص المواعين اللي عايزه تترص عندي. خدت المطبخ بتاعي واحده واحده. اللي تسهيل شغلته اعمليها الاول، مش تقعدي في شغلانه صعبه طول النهار وبعد كده تعملي الاسهل. لا، الاسهل الاول وبعد كده الاصعب. بدأت بقى املى الازاز بتاعتي برضه قبل ما اغسل المواعين. الازاز دي كانت محتاجه تتغسل، فجبت الفرشه بتاعت الازاز بتاعتي وغسلتها. انا المطبخ بتاعي يا جماعه قدر الله ما شاء فعل فعلا. آه اختي وهي كنا امبارح عاملين الفيديو بتاع امبارح، كنت عامله فيه كبده متحمره. فالكبده دي بتبقى عباره عن دم، فبتعمل لما بتنزل في الزيت بتفرقع كتير. فوهي بتطلعها الكبده فرقعت في الزيت، طرطشت على ايديها، بهدلت البوتاجاز وبهدلت ايديها. جبنا لها ميه ساقعه وحطينا ايديها فيها، بس اتأذت بصراحه. يعني الحمد لله ان هي جت لحد كده. بس لازم وانتوا يا جماعة وانتوا بتعملوا الكبدة ديت او اي اكل بطشطش يخلوا جنبكم غطا، وتكونوا واخدين بالكم وانتوا بتطلعوا ايديكم ما تكونش مبلولة، لان المية لو نزلت في الزيت هتعمل فرقعة كتير يعني. فالحمد لله على كل حال. بس انا هنا بملى الازاز بتاعتي برضو قبل ما ابدا غسيل في المواعين. بعد ما مليت الازاز هحطها جنب تتصفى، وابدا بقى اغسل المواعين بتاعتي. من المية كانت قطعة طول النهار، فما عرفتش اغسل المواعين اول باول يعني ورايا. فلما المية بتبقى قطعة بصراحة بتبقى عاملة أزمة كبيرة قوي. المية والكهرباء هما فعلا عمود البيت. لو المية قطعة متعرفيش تتعاملي، ولو الكهرباء قطعة برضه متعرفيش تتعاملي. ربنا يتلطف بينا ويرحمنا يا رب. وبعدين أصلا المية بقت تقطع كتير اليومين دول، فربنا يسترها. بس هنا غسلت الصينية الكبيرة دي عشان خاطر انا احطها ورا. جبت اصلا شفشق كده، حطيت فيه، كان فيه ميه، حطيت عليه صابون بريل يعني لان البريل مركز. وبدات اخد بالليفه كده واغسل، اخد باول باول اللي يجي في اللي يجي تحت ايدي، لان كل الطبقه ما فيهاش يعني عكره قوي. تمام. بس لو وصلت من حد هنا بالفيديو اعملي لايك واشتركي من القناه عشان القناه بتاعتنا تكبر بسرعه. اللايك مش بيخسرك حاجه على فكره. ونقول يا حسن السدا يا انا يما. بس صحيح يعني مش اي كلام. مهم ما بتخلص شغل ما بيخلص. هي الام كده بتبقى في دوامه صراحه. بصوا انا اصلا اليومين دول عندي هبوط وهمدان، ومش قادره اعمل، حتى مش قادره، بس بقول يلا قومي صوري فيديو عشان تتشجعي يعني. تمام. فلو انت شفت الفيديو ده ومكنتش لسه غسلت المواعين، لا قومي اغسليها وروقي عشان تلاقي المنظر الروعه ده وترتاحي نفسيا. ده البلاستيك اللي فيها كيس اسمر ده كيس الزباله عزكم الله. ودي المواعين كنت غسلتها ورصيتها، وده الحوض كنت غسلته. اجي بقى للكارثه بتاعتي اللي هو البوتاجاز. ده منظره بعد ما الزيت طرطش وبهدل الدنيا. فجبت الليفه، حبه ميه، وبدات اغسل كده بالليفه بتاعتي بالبريل عشان الجرمطه بتاعت الزيت. ما كانش ينفع امسح على طول يعني بقماشه واكتفي بكده يعني. بس اهو دعكته. هبدا بقى اجيب قماشه وامسح وامسح البوتاجاز واروح اشطفها، امسح البوتاجاز واروح اشطفها. حتى الظهر خدته معايا لانه كان متبهدل. الحمد لله والله العظيم، لو كان فاضل شويه والزيت كله يولع في البوتاجاز يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل فعلا يعني.
بس تشجعي وتحمسي معايا، ما تخليش وراكي حاجه ما انعملتش. نضفي مطبخك اول باول طول ما ايديك في الحاجه وهي هتبقى نظيفه. انا الفيديو ده كان فيديو تشجيعي. انت لما تلاقيني بنضف فتقومي تتشجعي، مش بعلمك حاجه، صدقيني احنا بنستفيد من بعض وبنشجع بعض. بس وكان كده خلاص البوتاجاز بتاعي، وكمان الحته اللي جنبه دي كنت غسلتها ومسحتها، ودي الرخامه وده الحوض. وباي باي.